السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ معاكم أخوكم سكاي دارك ومعاي علاوي هنا الديب طيبين. طبعا يا عيال حنجينا بالوزنيات. تكلمت في فيديو راح لكن انحذف وحالتنا صعبة. طبعا قبل ما نكمل طبعا انضموا للكلب حقنا اللي هو اي زد 7، ابحث بس اي زد 7. ف بنوريكم اياه بعد شوي. فالحين انت مثلا عندك سياره، اي سياره شريتها تبغى تسوي لها ابجريد، يعني تبغى تضبط وزنيه على حسب مزاجك انت، تبيها وزنيه هجوله، وزنيه درفت. ايش وزنيه بعد؟ وزنيه هجوله، وزنيه درفت، او وزنيه كسر السرعه. كسر السرعه، انك تصير طياره يعني تطارح ناس. لكن اي واحد تشوف معاه بوغاتي هون عليه. يعني لا تحاول انك تقول يلا دراج وشغل. هو من جد ولكن ان شاء الله ان بنجيب سيارات تطرح البوغاتي. في امل، في امل. في سيارات باذن الله رخيص سعرها ولكن سرعتها دب دبل البوغاتي باذن الله. يعني في محاولات في لكن البوغاتي والله اني ودي ببوغاتي. فالحين انت شريت سياره. اذا شريت سياره بتجي هنا، وين هنا؟ تجي عند عند المفك هذا، شوفوا في الخريطه معروف مكان. و ايش ذا؟ لحظه اجل، خل دام انه فكينا حق اللفل، خل نشوف. يلا يا كريم، يلا 20900. طيب المهم انت تخش الجراج. طبعا انا اول شيء بسوي على البنتلي، ثم بسوي على بي ام، على بسيارة بي ام دبليو نكسر فيها السرعة. طيب اول طريقة تسويها، طبعا احنا اسهل طريقة انك تسوي ايش؟ اوتو. نفس اللي بنسوي. لا نفس اللي بنسوي. طيب تروح على كاستم كاست، ابجريد. حلو. بعدين تروح على اخر شيء. اخر شيء تلقى لك اكثر من ماكينه هنا، يا تكون دفع امامي، يا تكون دفع خلفي، يا تكون دفع رباعي. انت اللي تحتاجه يا طويل العمر والسلامه اللي هو الدفع الرباعي. طيب لكن لو بتلاحظون هنا ان السياره هنا دفع رباعي، لان احنا مركبينها ومعدلين السياره دفع رباعي. لكن لو نرجع على الماكينه اللي هنا بنحصل انها دفع دفع خلفي. خلف. وقلت السرعه يعني صارت 963، بينما لو رجعناها على الدفع الرباعي حتكون 999. انت ما راح تجيك زي كذا. اول ما تجيك ما هي السرعه يعني اكس 999، حتجيك عادي. فاول شيء تركب انك تخلي السياره دفع رباعي. حلو، اول حلوين ما يا عيال. تركب الحين اول ما تركب الدفع الرباعي تروح على نطلع من هنا تروح على اوتو ابجريد. فبتجيك زي كذا، ارجع من اول شيء، فبتجيك زي كذا اي 800 900 998 و999 على حسب السياره. اذا كانت السياره تستطيع انها توصل 999 حتحصل هذا الخيار موجود. اذا كانت السياره اقصى حد 998 حيجيب لك اس 2 998. ففي سيارات كثيره توصل القوه هذه. فاذا كان تبغى موتور قوي وصلها 999. نعم نعم، اهم شيء 999 عشان وش؟ تصير اقوى ماكينة في السيارة يعني، واقوى ايش؟ اقوى ابجريد لكل شيء. بعدين ترجع على كاستم ابجريد وتروح تركب الدفرنتل. الدفرنتل هذا طول العمر والسلامه فائدته انك تقدر تلعب في السياره من حيث الدعم، من حيث يعني السياره دفع امامي دفع خلفي، يعني انت بطريقتك اللي تبيها. يعني مثلا تبغى تكون انت تبغى درفت، خلي السياره دفع خلفي وتبدا انت تدرفت بالطريق. تبغاها هجوله تخليها دفع امامي، او انك تبغاها مثلا السرعات او شيء من كذا تخليها دفع رباعي عشان دفع تكون رباعي. هذه السياره. فالدفرنتل تركبونه من هنا، تشوف الدفرنت، فتروح على اخر خيار حيجيك هذا الدفرنتل. فانت تركب هذا، ما حيكون موجود عندك، فانت تركب الدفرنتل هذا وبعدين بنوريكم ايش بتسوي. هذا هو اخر واحد. شوف هذه مركبه عندك. ايه طيب كلها بعد ما تركب نسويها. الدفرنتل يا طويل العمر والسلام وكل اللي عليك انك تروح وتشوف ايش بنسوي احنا. تطلع من الخيار هذا تروح على تنقل هذا للوزنيات، يعني تعديل وزنيات. طبعا هورايزن الاول ترى ما كان فيه الشيء هذا، لكن الحمد لله انهم جابوه هنا. طيب فزي ما تشوفون يا عيال هنا هذا التاير. الهواء حق الكفرات، يعني تبغى تخليه فل او انك تبغى تخليه فاضي يعني منسف. هذا على حسب انت اللي تشوفه واللي يناسبك انت، بس انا دائما اخليه الكفر يكون. هذا اول خيار يعني خليه كافي. طيب الجير هذا لا تلعب فيه لانه هذا السرعات.
فخلوه بعدين. اي هذا لكل تعشيقه، هذه لكل تعشيقه خلها زي ما هي. بعدين بنجي هنا، هذا شيء مهم انك تخليه نفس اللي في الصورة هنا. اول خيار وثاني خيار على اليسار -1 -1. اللي تحت 200 تخليها 0.5 والاخير تخليها 6.5. اذا تبغى تسوي وزنيه غير وزنيتنا هذا شيء راجع، بس هذه الوزنيه اللي احنا نسويها على كل السيارات وتكون مره يعني. الحين نجي للانتل رول ماكس، هذا يعني زي ما تقول يخلي السياره تلعب، فخلوها زي كذا 10.91 او فاصلة 91. تقدر تخليها 17 ما عندك مشكله يعني، ما هي ذيك الاهميه، بس تحاول انك تخليها تتعدى هذه المسافه. ايوه اهم شيء. السبرينج قبل العمر والسلامه، الخيارين اللي فوق بتخلي السياره تلعب. بنوريكم اياه بعد شوي. يعني اذا كنت طويل العمر والسلامه من فئه التربويه تبي تقعد السياره حقتك تعطيها دن دن تطلع. ايه مثلا اذا عندك جمس حوب او يعني سياره ونيت سيئه في اللعبه، فهذه الثنتين اللي فوق حطها لفه على اخر شيء هنا، لفه قدام. السياره تلعب فوق تنقز والله فله كذا تعطيك. الاثنين اللي تحت تتحكم في مسافه ارتفاع السياره من الارض، يعني اذا نزلتها اخر شيء حتكون السياره مره نازله، واذا خليتها فوق يعني حتكون ارتفاعها كويس ومناسب للحجم. اذا كانت سيارتك حقت سبيد وتبغى تكون يعني تاخذ الخط اسرع نزلها اخر شيء عشان السياره تكون قريبه من الارض. كل ما قربت السياره من الارض كل ما كانت فتتها. ايوه اهم شيء لا تخليها تنقز لانه ما بينفع، اذا نزلتها وتنقز ما بينفع سرعه. دامبنج والسلامه. انا انصح يعني اذا كان انت تبغى تسوي بسرعه فخليها زي كذا، لان تلاحظون هناك من 0 ل 79 كيلو في 3 ثواني، لو نقصناها بتزيد يعني هذه شويه فيها لخبطه، فانصح انكم تخلونها مره نازله تحت الاخير على اليسار. هذه لا تسوون فيها شيء، خلوها مره نازله تحت. ليه نازله تحت؟ نزلها تحت. شوف الحين 3. طيب 3 الحين اول ما بتنزل هذه حتكون فوق. ثواني حتقل. اوكي كويس يعني هذا ما طلع. طيب الحين هذا ما بيجيك فالبريك كيف اكتب البريك يكون فل. ايه اللي تحت خلي 200، لا خلي 200 اللي تحت. هنا الدفرنت، يعني اذا ما ركبت الدفرنت اللي قبل شيء ما راح تحصله موجود الخيارات. ايه مقفل يعني. مثلا اذا كانت السياره دفع رباعي بتجيك الاربع كامل، اذا كان الدفع امامي بتجيك الثنتين اللي فوق، اذا كان الدفع خلفي بتجيك الثنتين اللي في النص. الاخير ما حيجي. الحين تشوفون احنا مخلينها دفع خلفي للدريفت، هذه للدريفت دفع خلفي. انزل على دفع خلفي كذا. الحين هذا دفع خلفي، الاولى تكون 45، اللي بعدها الباقي كلها اصفار، الاخير تخليه 95. هذا اذا كان السياره تبغاها دفع خلفي ودريفت. فالحين بنجيكم في المطار ونوريكم الدفع الخلفي، ثم نرجع نوريكم الدفع الامامي الى المطار يا عيال، الى المطار، روح على المطار. طيب يا عيال زي ما تشوفون الحين رجعنا من المطار. طبعا بنوريكم، شوفوا الحين السياره، شوفوا دفعه خلفي، تشوفون كيف؟ لان الاعدادات ذيك سويناها دفعه خلفي. بنوريكم كيف الوزنيه قدام. طبعا ما هو بشرط على البنتلي، يعني على اي سياره راح يجيك نفس الوزنيه ذي، الا يمكن البوغاتي دي والله يجي عليها شوي. طيب هذا الدفع، طبعا الاجواء مطر يعني تزلج، شوفوا كيف. انا اشوف ان شو اسمه الدفع الامامي يمكن يكون للهجوله افضل، ما حد شال ساهر ولا شيء. فالحين بنبدل وش بنبدل الدفع الامامي. بس دقيقه. طيب لحظه، طبعا تقدر تبدل بدون ما تروح من هناك على طول، تضغط ستارت تروح على كار، وهذا هنا تيون كار. طيب اخر شيء هذا هو يا عيال. الحين نبغى نخليها دفع امامي. اول خيار تخليها طول عمر 45، وهذا تشيله هنا، واخر واحد تخليه 5 تحت يعني 5 كذا. اوكي تضغط ابلي اللي هو ايه يس. طيب شوفوا الحين يا عيال، شوف اللي صار دفع ايش، دفع امامي. فبناخذ شوط بس قدام كذا، يعني شوط حماسي.
ف يعني زي كذا هي، يعني عندك دفع خلفي دفع امامي، هذه للحج، ولا تبغى تدرفت تحطها خلفي. طبعا السباق اذا بتسابق يعني دفع رباعي مره، لا تفكر، يلا عطها من هنا. طبعا انا والله اشوف ان الدفع الامامي يمكن يمديك يعني تتصرف في السياره اسهل من الخلفي، لان الخلفي يهجج عليك. طيب الحين اذا تبغى تخلي السيارات كلها دفع رباعي كنت على دقيقه. يو لحظه. Dude, come on in. طيب من هنا خلي الاول 45 والثاني صفر، هذا تخليها 45 وبعدين تنزل على الاخيره هذه وتخليها على النص يعني 50. يا سلام، بعدين تحط هذه كذا السياره الحين دفع رباعي كله كفرات. حتى لو تلاحظون يا عيال شوفوا فوق صار الثواني 2.9، يعني تاخذها في 100 كيلو 2.9. قال شوفوا هذا دفع الأمام، الدفع دفع الرباعي. طبعا ما بنحجول، بنوريكم وشو، بنوريكم التنزيل وال شو اسمه، ولا التنقيز يا ابو ايش على كار ذي. طيب هنا من السبرنت صح. الحين هذه اذا تبغى تنزل السيارة تخلي هذه الثنتين على اخر شيء. اوكي كذا السيارة تنزل معاك. شوفوا كيف اصلا نزلت، يعني يوضح لك انها هز، عطتها هز. فما بنروح، وش بسوي؟ بروح الكار وش بخليها للتنقيز برضو، يعني ترجع نفس الخيار السبرنت هذا، ترفع على ايش؟ على اخر شيء قدام الثنتين ذي. وشوف الموتر كيف ينطط، شيء والله شيء. طبعا انا برفع السيارة عشان التنقيز، لان ذا ما ادري كيف صراحة. اوكي بسم الله. شوفوا الموتر كيف قام والله يا عيال صراحة ابداع التنطيط هذا. فبرضه يعني في ان شاء الله في فيديوهات ثانية بنشرح يعني تعديلات جنوط ما جنوط، في اذا في شوفوا كيف يلعب الموتر ينقز. يا ولد يا ولد يو في عيال هذه يعني هذه الوزنيات. ان شاء الله انه يعني بنجيب اكثر من طريقة، يعني اللي يبغى يجمع فلوس انصح بالدرفت في المطار. شوف السكور قاعد يمشي معي من الدرفت بس، يعني حاول انك تكي ساعة ونص، ما تدري الا عندك يعني فلوس واجد. فهذا هو فيديو اليوم يا عيال، اتمنى يعجبكم. كان معاكم سكاي دارك وعلاوي الذيب. نشوف كل عام وانتم بخير يا عيال. والله اهم شيء الدعم يا عيال، ان شاء الله نبدا لكم في الوزنيات، يعني الوزنيات اتفاق قويه بحيث انه كل واحد يطول عمره السلامه يشوف هو وش يعني يبي يطرح بوجاتي بنجيب لكم سياره بوجاتي. ايوه اهم شيء بكسر السرعه ان شاء الله بنجيبها في فيديو ثاني. يلا